أهلا وسهلا بيكم. لو أنت أول مرة بتشوف القناة فأنا اسمي حازم علم الدين، وفي القناة دي بقدم محتوى في مواضيع مختلفة، من ضمنها إزاي الخريجين الجدد والناس اللي بتشتغل في سوق العمل تكون متحضرة وتكون جاهزة للتعامل مع آليات سوق العمل. وبحط بين إيدين حضراتكم من خلال الفيديوهات دي حوالي 20 سنة من الخبرة في مجال العمل. النهاردة بنبدأ في سلسلة خلونا نتكلم في الشغل الجزء التاني. في سلسلة خلونا نتكلم في الشغل اللي هي الجزء الأول موجودة على القناة، وفي الموسم الثاني من خلونا نتكلم في الشغل هندخل بتعمق أكبر داخل الشركات وداخل الإدارات، ونحاول إن احنا مع بعض نتكلم في مواضيع خاصة بإدارة حياتك جوه الشركة اللي انت بتكون بتشتغل فيها. في الجزء الأول أو في الموسم الأول من خلونا نتكلم في الشغل كنا بنركز أكتر للخريجين الجدد على إزاي تتحضر للمقابلة الشخصية. كنا بنتكلم على إزاي تحصل على الوظيفة، إزاي تتفاوض على الراتب وإنت في طريقك إن أنت تحصل على وظيفة. كل دي حاجات كنا بنتكلم فيها في الموسم الأول من خلونا نتكلم في الشغل. في الموسم الثاني هنتكلم زي ما قلت بتعمق أكبر، والنهاردة أول موضوع هنتكلم فيه إزاي يكون عندك كاريزما في الشغل. على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي هتلاقوا فيديوهات كتيرة بتتكلم عن الكاريزما وإزاي يكون عندك كاريزما وإزاي تبقى ليك كاريزما، وتقدروا طبعا تشوفوا الفيديوهات دي، ولكن الفيديوهات دي بتتكلم بشكل عام على فكرة ان انت ازاي يكون عندك كاريزما وانت تتعامل مع الناس سواء في الحياة الشخصية او في الحياة العملية. ولكن احنا هنا في الفيديو ده هنتكلم اكتر على ازاي يكون عندك كاريزما جوه بيئة العمل. فحد يقول لي هل هي بتنفصل، هل الكاريزما بتنفصل عن الحياة الشخصية أو عن بيئة العمل؟ طبعا بتنفصل، لأنه ممكن حد بيكون مؤثر جدا في حياته الشخصية في المحيط اللي هو موجود فيه، سواء مع أصدقائه أو مع قرايبه أو مع عيلته، ولكن ما بيكونش ليه نفس التأثير ده في بيئة العمل أو في الشركة أو في المكان اللي هو بيشتغل فيه، لأنه آليات إدارة العلاقة جوه بيئة العمل مختلفة عن آليات إدارة العلاقة في الحياة الشخصية. الحياة الشخصية مختلفة عن بيئة العمل، ومشكلة من المشاكل اللي بنقع فيها في مصر على وجه التحديد، وأعتقد في البلاد العربية على وجه العموم، هي فكرة الخلط ما بين الحياة الشخصية والحياة في العمل والمزج ده ما بينهم، وإنه بندخل الحاجات في بعض، ففي الآخر ولا بندي الحياة الشخصية القدر من الاهتمام اللي تستحقه، ولا بندي الحياة العملية أو شغلنا برضو القدر من التركيز والاهتمام اللي تستحقه، حتى برغم ان احنا بنشتغل عدد ساعات عمل طويلة، ولكن هو الموضوع مش بالمدة ولكن الموضوع بالتأثير. طيب انا ازاي يكون عندي كاريزما في بيئة العمل؟ الموضوع مرتبط بمبدأ أساسي، هو أنت موجود هنا ليه؟ أنت موجود هنا علشان بتقوم بمهام وظيفة، فدايما لازم ده يكون حاجة أنت حاططها يعني قدام عينيك. فكرة أن أنت موجود هنا علشان تشتغل، أنت مش موجود هنا علشان تعمل علاقات تستمر أو تمتد بره إطار العمل. أنت مش موجود هنا علشان بتقضي وقت لطيف. انت مش موجود هنا بس علشان تاخد مرتب اخر الشهر. انت موجود هنا علشان دي وظيفتك اللي هي جزء مهم ومكون رئيسي من شخصية اي واحد فينا. خلاص سلمنا بمبدأ وفكرة ان انت موجود هنا علشان بتقوم بوظيفة. طيب مقتضيات الوظيفة دي هي ايه؟ اي وظيفة في الدنيا يا جماعة بتتقسم لشقين: المهام الوظيفية المكتوبة والمتوقعة من الموظف، واللي بيكون من السهل انه تقدر ان انت تقيس مدى النجاح ومدى التقدم في الاوبجكتيفز دي او في المهام الوظيفية دي، زي مثلا نسب
الأداء المستهدف والمرجو من تحقيقه. لو انت مثلا بتشتغل في إدارة المبيعات مطلوب منك تبيع مثلا 1000 قطعة في الشهر، فسهل ان انت تقيس او سهل ان الإدارة تقيس مدى تقدمك في التارجت اللي محطوط ليك علشان توصل له. الشق التاني بقى في أي مهام وظيفة، واللي هو الشق اللي هو غير ملموس وغير محسوس وبيبقى دايما فيه صعوبة في تقييمه، هو اللي بنسميه الهاو، أو اللي بنسميه إزاي أو كيف تؤدي مهام الوظيفة دي. فبنلاقي إن في أي شركة لما بيجوا يحطوا الأوبجكتيفز بتاعة الموظف في بداية السنة بيكون متقسمة لحاجتين: وات وهاو. وات زي ما هو واضح، أرقام، مستهدفات مطلوب ان انت توصل لها، وهاو هو اكتر سلوكك والبيهيفير بتاعك وطريقتك في التعامل لتحقيق هذه الاهداف. حد يقول لي هو انا ممكن اكون محقق اللي عليا وعامل الاهداف اللي عليا ومع ذلك ما ترقاش، ومع ذلك ما وصلش لمناصب اداريه في المكان اللي انا بشتغل فيه؟ طبعا، لانه الايكويشن او الحسبه بتاعه الترقيات بتكون مختلفه عن، او بتكون فيها كرايتيريا كتيره او عوامل كتيره، مش من ضمنها بس تحقيقك للمهام والاوبجكتيفز المطلوبه منك، ولكن الموضوع بيكون مجموعه من السكيلز اللي لازم تكون موجوده عندك قبل ما الاداره تفكر ان هي تديك مهام اداريه او ترقيك. وعلشان كده بنلاقي، وهتلاقي في كل بيئة عمل تقريبا موجودة، هتلاقي دايما في الناس اللي بنسميها الشكاية او الناس اللي بتشتكي. في ناس بتقول انا بعمل اللي عليا، انا بقوم بكل دوري، انا بقوم بكل الواجبات المطلوبة مني، ليه ما بيرقونيش؟ طبعا احنا بنفترض انه الاداره اللي بتاخد القرارات دي هي اداره عادله، واداره بتنتهج المبدا العلمي وبتحيد المشاعر الشخصيه قبل ما تقوم بقرارات الترقيات. فاحنا بنفترض او بنسلم بان ده موجود، علشان طبعا لازم نعترف ان مش كل الادارات عندها الوعي والادراك بالطريقه المثلى لان هي تختار الناس في المناصب القياديه. وده اللي بيؤدي لمشاكل كتيره بنشوفها، ان احنا بنشوف مديرين كتير مش قادرين ان هم يديروا الفرق اللي بيشتغلوا معاها، ومش قادرين يديروا الموظفين اللي بيتعاملوا معاهم، او بمعنى ادق مش قادرين يقودوا الموظفين اللي بيتعاملوا معاهم. وطبعا الفرق ما بين المانجمنت والليدرشيب، الاداره والقياده، هتبقى ان شاء الله برضو موضوع من المواضيع اللي هنتكلم فيها في المرحله الادفانسد في السلسله دي، زي ما اتكلمنا في الموسم الثاني اللي احنا بنبداه النهارده. طيب انا اعمل كاريزمتي ازاي؟ انا دلوقتي خلاص ادركت المهام الوظيفيه بتاعتي، ادركت ان انا موجود هنا علشان خاطر بقوم بوظيفه. طيب لازم اعرف بقى وادرس بيئه العمل المحيطه بيا شكلها عامل ازاي، وازاي ان انا اقدر اطوع مهاراتي الشخصيه في تحقيق اكبر استفاده ممكنه واكبر تواجد ممكن في بيئه العمل دي. بمعنى ايه؟ بمعنى في شركات كتيره، وخصوصا الشركات العالميه المالتي ناشونال، بتشجع الموظفين وبتشجع الناس على ثقافة السبيك اب، هو ثقافة ان هم يتكلموا ويعبروا عن المشاكل اللي بيشوفوها في الشغل وازاي يقدروا يوجدوا حلول ليها. في بعض الناس بتاخد ده بمعنى غلط، انه ما دام الشركة بتشجع على ثقافة السبيك اب فانا كل ما هدخل ميتنج هشتكي. لا، تأكد من حاجة، انه اي شركة مهما كانت صغيرة متوسطة او كبيرة بتشجع ثقافة التعبير وطرح المشاكل او ما بتشجعش، في الاخر هي اي مؤسسة في الدنيا واي مدير في الدنيا مش بيحب يسمع مشاكل، هو بيحب اكتر يسمع اقتراحات. فدايما خلي الابروتش بتاعك في التواصل مع الناس في الشغل ان انت بتقدم حلول، مش بتطرح مشاكل، او ان انت بتطرح مشاكل وبتقدم لها الحلول المقترحة. خلي دي الصورة اللي انت دايما بتعكسها عن نفسك للإدارة. ده مهم ليه؟ لأنه ده بيدي انطباع عنك ان انت انسان ايجابي، ان انت انسان بتحط صباعك على المشاكل، او بتشير بصباعك على المشاكل اللي موجودة
وبتقول المشاكل دي فين، بس كمان انت بتقدم حلول للمشاكل دي. ده هيعكس عنك ايمج وصورة كويسة جدا عند الإدارة، وهيقدمك كشخص برواكتيف، كشخص عندك روح المبادرة في حل المشاكل. ممكن تقول لي بس انا ممكن الابروتش ده او الطريقة دي تنتج عنها ان انا اتحمل بشغل. هقول لك لو انت عايز تترقى ولو انت عايز تتقدم لازم تعرف ان انت مش هتبقى محدد بالجوب ديسكريبشن اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول، وهتيجي من 9 ل 5 تعمل اللي عليك، مطلوب مني 1 2 3 4 سلام عليكم وانا ماشي. لو انت عايز تتقدم في كاريرك ومش عايز تفضل 10 و15 سنة زي ما بنشوف ناس بتعمل نفس الوظيفة، وعايز تاخد المكان اللي انت تستحقه او اللي انت شايف ان انت تستحقه، فتأكد ان انت لازم هتبذل مجهود اكتر من المجهود الطبيعي. لانه الرأسمالية بتخلق، او النظام اللي احنا بنشتغل فيه كلنا النهارده بيخلق روح تنافسيه. انت في منافسه، انت مش لوحدك في الموضوع. مختلف عن 50 و60 ويمكن حتى 40 سنه فاتوا لما كانت الناس بتترقى بالاقدميه، اللي هو انا موجود بعد 5 سنين باخد الترقيه دي، بعد 10 سنين باخد الترقيه دي، بعد 20 سنه باخد الترقيه دي. ده كانت طريقه الترقيات. النهارده احنا بنشوف ان ممكن حد يكون عنده 30 سنه وبيقود فريق عن ناس عندها 40 و50 و55 سنه عادي جدا، لانه عنده مهارات القياده او قدر يقنع الاداره العليا بان هو عنده مهارات القياده التي تؤهله ان هو يكون موجود في المكان ده. فعلشان كده مهم ان انت تدرك انه اللعبه النهارده مختلفه، وان انت في منافسه، وعلشان زي ما بنقول كده ستاند اوت، وعلشان تبرز نفسك خارج المنافسه وتقدم نفسك كبوتنشال وكحل مطروح للاداره، لازم تشتغل اكتر. فبعض من الافكار اللي انت هتقدمها واللي هتطرحها على الناس هينتج عنها ان انت ممكن يعني زي ما بنقول كده تلبس في بروجكت انت تشتغل عليه. ودي مش حاجه وحشه، لانه لما انت هتقود البروجكت ده انت خرجت بره حدود الجوب ديسكريبشن وقدمت ريسبونسبيلتيز تانية للإدارة وبقيت موجود في مكان مهم. ليه كل ده مهم؟ لأنه كل شركة بتسأل نفسها في كل سنة، أو كل شركة ناضجة بتسأل نفسها في آخر كل سنة أو يمكن كل 2 3 سنين، إحنا محتاجين الوظائف دي ولا لأ؟ إحنا محتاجين الوظيفة دي ولا لأ؟ إحنا محتاجين الإدارة دي على بعضها ولا لأ؟ وعلشان كده الناس بتتفاجئ حتى في الشركات الكبيره زي ما سمعنا مؤخرا على اللي بيسموه اللاي اوف، او انه تيجي شركه زي مثلا فيسبوك زي ما حصل في اكتر من مره الفتره اللي فاتت تستغني عن 11,000 موظف، او تيجي مايكروسوفت تستغني عن 10,000 موظف. الناس تقول الله ليه؟ طب هم كانوا عينوا الناس دي ليه؟ هي الشركه بتعين الوظائف عندها لما بيكون شايفه ان حجم عملها بيزيد، شايفه ان ارباحها بتزيد، ومحتاجه تيم بعدد معين يقدر يقوم بالمهام دي. طب لما ده ما بيحصلش فبتبدا الشركه تستغنى عن الناس. طيب انا اقدر ازاي احل المشكله دي؟ بان انا اقدم نفسي للشركه اللي انا موجود فيها، واقدم الفانكشن اللي انا بشتغلها او الاداره اللي انا بشتغلها، وكمان مهاراتي الشخصيه بشكل يخلي الشركه تفكر اكتر من مره قبل ما تفكر تستغنى عني. اما ان هي تبقى عارفه انه صعب ان هي تعوضني من السوق بحد يكون مرتبه او الباكج بتاعته اقل مني، فتفكر 1000 مره ان الراجل ده احنا بقاله معانا سنين وراجل برو اكتيف وراجل بيشتغل، لو مشيناه احنا هنتاثر وهيبقى صعب نعوضه. فدايما خليهم يتحطوا في المكان ده، ان احنا صعب نمشي الراجل ده لانه، او صعب نمشي الست دي لانه الناس دي او الراجل ده او الست دي بيشتغلوا شغل مختلف، صعب ان احنا نلاقي الكواليتي دي موجوده في الماركت فيحافظوا عليك وتحافظ على شغلك. زي ما قلنا كل ده جاي لان احنا في وضع تنافسي. انت محتاج وانت بتطرح نفسك كاتيتيود في الشغل ان انت تحافظ على فريم لشخصيتك. بمعنى ايه؟ جميل ان يكون في تباسط، واي بيئة عمل بيكون فيها هزار وضحك، ولكن المهم ان انت تكون عارف الليميت اللي بتقف عنده، وعارف نوعية المناقشات اللي ممكن تحصل في الشغل اللي انت ما تدخلش فيها. عارف زي كده مثلا ما بيقولوا انت كثير المزاح اذهب الى السجن في لعبة بنك الحظ. الشركات ما بتحبش لما تيجي تفكر في حد ياخد درجات قيادة، ما بتحبش الشخص اللي هو
يعني عمال بيلف على كل المكاتب وبيهزر مع ده وبيضحك على ده، بيتخيلوا انه الشخص ده مش هيكون عنده قدرة على القيادة، ومش هيكون عنده روح المسؤولية المطلوبة، وانه هيحافظ على علاقاته مع الناس اكتر من حفاظه على المهام اللي المفروض يقوم بيها. فعلشان كده جميل ان انت يكون عندك علاقات في الشغل، لان العلاقات دي انت بتحتاجها في تسيير اعمالك وتسيير اعمال ادارتك، خصوصا لو انت بتشتغل في اداره بتحتك بادارات كتيره في الشركه، ولكن تبقى محافظ على الفريم ده. يبقى مثلا شايف قعده نميمه والناس عماله بتنم على حد او على مدير او ما تدخلش في الكلام ده. انا عارف طبعا انه سهل ان الواحد يقول الكلام ده، ولكن صعب ان هو ينفذه. ولكن لو انت عايز فعلا، او لو انت حاطط فعلا هدف قدامك ان انت توصل له في الشغل، فاعتقد انه دي الطريقه المثلى اللي انت لازم تتبعها، ان انت تبقى ستاند اوت، انت راجل ليك موقف ثابت مع كل الناس. لما حد بيغلط انت بتتخذ الاسلوب والاجراء المناسب طبقا لمعايير الشركه والكود اوف كوندكت بتاع الشركه. تمام، مش مثلا حد يقول لك كلمه يضايقك فتروح ماسكه ضربه مثلا، فانت كده خرجت بره كل حاجه متعارف عليها. ولكن انت تبقى عامل لنفسك الفريم ده. وبالمناسبة انت لو عملت لنفسك الفريم اللي انا بكلمك عليه ده، الاطار اللي انا بكلمك عليه ده، اصلا انت هتفلتر ناس كتيرة في بيئة العمل، هم هيبعدوا عنك، لان الناس دي انت مش محتاجهم، والناس دي هيضروك اكتر ما هيفيدوك. وهتكون قريب اكتر من صناع القرار، قريب اكتر من الناس اللي زيك، الناس البرو اكتيف، الناس اللي عندها حماس، الناس اللي بتقدم حلول، الناس اللي عايزة تطور الشركة، الناس اللي بتشتغل بقلبها. هي دي الناس اللي انت هتكون موجود جنبها. فلما هتتحط انت في الصورة، وطبيعي السب كونشس او العقل الباطن لاي انسان بيحدد هو بيشوفك مع مين. فلو انا مثلا مدير كبير في الشركه وعلى طول بشوف فلان ده على طول قاعد مع الاوفيس بويز في الشركه، وقاعد مع الموظفين في الشركه، وعمال بياكل وبيشرب وبيهزر وبيضحك في حين ان انا بشوفه وانا معدي كده لا، قاعد في ميتنج روم بيطرح بروجكت جديد، بيحاول يحل مشكله، بيحاول يساعد الشغل. طبيعي الصوره الذهنيه اللي هتترسخ عنك انت عند المدير ده لا، لما اجي افكر في مدير هختار مين؟ هختار اللي قاعد بيهزر وبيضحك مع الناس، ولا اللي بيشتغل واللي حاطط اطار لنفسه بالشكل ده؟ ده مش معناه ان انت تكون مغرور، ده مش معناه ان انت تتعامل مع الناس اللي اقل منك في الشغل زي ما قلت مثال الاوفيس بويز بتعالي وبقلاطه. بالعكس، انت لازم تكون ودود ومحترم مع الناس كلها، لازم الناس كلها تحبك، ولازم يكون في فريم، او خليني اقول بعباره اخرى، خلي مهم ان كل الناس تحترمك، لكن مش شرط ان كل الناس تحبك. يعني مهم ان انت الناس على الاقل، حتى اللي ما بتحبكش، حتى اللي ما بتستلطفكش، لما يجي الموضوع على شغلك يقولوا بس الراجل ده شايف شغله، بس الراجل ده شغله كويس، هو ده اللي بيكمل، وهو ده اللي بيستمر. قولوا لي في التعليقات رأيكم ايه في الكلام، وان شاء الله هنتكلم تاني في السلسلة دي في مواضيع جاية كتير. وسلام عليكم.